السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. كيف كتشاهدوا معايا بطاطس مقلية بالفرن، صحية رائعة لأصحاب الدايت، كتجي مقرمشة ولذيذة، والأهم أنها ما هزاش بزاف ديال الزيوت. غنمروا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا كناخذوا بطاطس على حسب الكميه اللي احتاجينها وعلى حسب الطاوه ديالنا اللي غادي تدخل الفرن، واش كبيره ولا صغيره. كنوضعوها في الماء، كنغسلوها مزيان بعدا من النشا، كنوضعوها في الماء، كنضيفوا ليها الملح وشويه ديال الخل. هنا راه ما صورتش، راه وضعت فيها واحد المعلقه كبيره د الخل. هنا ملي كتبدا تغلى لينا كنزولوا هذيك الرغوه اللي كتكون لينا من الفوق، كنخليوها غير كطلع عليها الغليه واحد شي شويه وكنطفيو عليها. هنا من بعد ما كتغلى لينا كتطلع عليها الغليه غير واحد شي شويه بحال هكذا، كتشوفوا الشكل ديالها كيولي بحال هكذا، اللون ديالها كيتبدل واحد شي شويه. صافي غنطفيو عليها ونصفيوها، نخليوها حتى تسقطر مزيان من الماء اللي فيها، وعاد نوضعوها في الصينيه ديال الفرن بحال هكذا. كتشوفوا معايا غادي نوضعوها هنايا في الصينيه اللي غتدخل الفرن. افضل نوضعوا ليها، نفرشوا ليها واحد ورق الزبده باش ما تلصقش لينا في السطح ديال الطاوه الفرن. وغادي نرشوا لها بواحد المعلقه ولا جوج معالق ديال الزيت، ونحركوا البطاطس ديالنا كامله باش تدخل فيها هذيك الزويته وتحمر لينا مزيان. غادي نشعلوا الفران من الفوق ومن التحت وندخلوا البطاطس ديالنا حتى تحمر. يعني نقدروا نبقاو على حساب كل واحد والفران ديالو، نبقاو نحركوا هذيك البطاطس. كاين اللي تتحمر له جهه وكتبقى ليه جهه، فمره نراقبوا حتى تحمر لينا البطاطس ديالنا ونخرجوها من الفران. البطاطس ديالنا من بعد ما كتحمر كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف ومقرمشه، والاهم انها صحيه. نتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وانكم تجربوها وتناولوها بصحه وراحه. نتمنى ايضا لك كنتو كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. كنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.